امبارح الاهلي اعلن التعاقد مع محمد شريف لمده 5 سنوات. آه، في حاجات، بس انا يعني طبعا مبسوط جدا من الموضوع ده، وان محمد شريف بقى لاعب عندنا تاني، لانه من الجيل اللي احنا خد بطولات مع الفرقه وكان ماشي كويس قوي من ايام موسيماني. بس حصل تغييرات في الفرقه طبعا لما كولر قرر ان هو يعمل احلال وتجديد في الفرقه. مشى ناس المفروض ما كانتش تمشي، زي ديانج واحمد عبد القادر وشريف وحمدي فتحي. في ناس كتير قوي مشيت من الاهلي في عهد كولر، المفروض ما كانش يمشي اصلا. فانا عايز اقول انه الحاجات، بس المهم في موضوع شريف انه النقطه اللي انا عايز اوضحها انه اللعيب ده بالذات انا مبسوط منه هو شخصيا. ليه؟ اللعيب ده جه انتهى عقده مع الخليج السعودي وبعد كده ما جددش، فده بقى لاعب حر. جه هنا على القاهره وبقى له دلوقتي اكتر من شهر موجود في القاهره. جاله عرض من نادي في تركيا، جاله عرض من بيراميدز، جاله عرض من الزمالك، ورفض كل العروض دي وقال انا هستنى النادي الاهلي. وعلى لسان والده امبارح برضو مع الكابتن شوبير قال انا محمد جاله عروض كتير، بس قال انا يا بابا انا حاسس ان الاهلي هيكلمني. فطبعا الفتره اللي فاتت دي كان الاهلي مشغول بسبب كاس العالم للانديه، فهم ما تواصلوا معاه امبارح بالفعل. ريبيرو، كابتن محمد يوسف قعد مع ريبيرو وحصل جلسه، فقالوا له في مهاجم كان عندنا اسمه محمد شريف، وعرضوا له تقريبا لقطات ليه. قال لهم خلاص انا محتاجه معايا. فاتصلوا بيه، الجلسه كلها ما خدتش نص ساعه، والراجل بيقول لك انا وانا قاعد في النادي لما جاي التليفون رحت قعدت في النادي، خلصت كل حاجه ومضيت وبصمت وعملت كل حاجه، واللي النادي يعمله انا موافق عليه. ده اللعيب اللي شال النادي الاهلي. اللي شال النادي الاهلي احنا نشيله فوق دماغنا. شكرا يا محمد يا شريف.